سلام مشاهدينا الكرام في فيديو جديد على قناتي قناة شيف مجدولين. اليوم كيف ما تشوفوا معايا في لا فيديو غادي نوجدوا بسيطلات ديال الحوت مع طريقة التوريق ديالهم، فتيجيو ناجحين معنا من اول مرة. اللذة تتجي زوينة بزاف وبنان، فكنصحكم على انكم تتابعوا معايا لا فيديو حتى الاخير باش نتعرفوا على المكونات ديالنا وطريقة التحضير. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. فبلا ما نطول عليكم ونمشيو باش نوجدوا البسيطلات ديالنا واللي غادي نحتاجو فيهم: الابزار، خرقوم بلدي، كمون، تحميره، شويه الملحه، سكينجبير، اعشاب منسمه. غادا نضيفهم فوق من صدر ديال الدجاج ديالي. هنا خديت العطريه ديال الحوت، غادا نضيفها فوق صدر ديال الدجاج ديالي. قبل مشاهدينا الكرام هنا خديت شويه ديال زيت الزيتون، غادا نخلط المكونات ديالي وغادا نديرهم فوق البرمه ديالي اللي ديجا درت فيها شويه الماء، درت فيها القشور ديال الكريفيت وغادا نخلي الدجاج ديالي يطيب او يتبخر ليا على عافيه مهيله. هنا خديت الكريفيت ديالي، كالامار، اي حاجه كانت عندكم ديال الحوت ممكن انكم تضيفوها. زدت عليهم ورقه سيدنا موسى، معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، غادا نخليهم يطيبوا مزيان. هادشي اللي ضفت عليهم مشاهدينا الكرام. وغادا نمشي هنايا غادا ناخذ 3 لي ساشي ديال فيرميسيل، غادا نخليهم على جنب هنا. من بعد ما طاب لينا الدجاج ديالنا والحوت ديالنا، فهاديك الماء غادا نصفيه من القشور ديال الكريفيت كيف ما تتشاهدوا معايا، وهو اللي غادا ندير فيه الفيرميسيل ديالنا. غادا نخليه على جنب حتى نحس بالفيرميسيل ديالي شرب ليا هذاك الماء. عاد غادا نزيد فيه العطريه ديالي واللي هي تحميره، سكينجبير، كمون، خرقوم بلدي، الابزار وشويه الملحه. غادا نضيفو مشاهدينا الكرام على الفيرميسيل ديالي. من بعد ما نشف لينا غادا نزيد عليه العطريه ديال الحوت، اعشاب منسمه، قزبور ومعدنوس وشويه الهريسه كيف ما تتشاهدوا معايا. فخاصني نسم الفيرميسيل ديالي مزيان. هنا 4 ريوس كبار ديال الثومه اللي طحنتهم على هذا الشكل. وغادا ندير حامضه ونصف اللي غادا ناخذ غير اللب ديالها صافي. وهنا خديت ملعقه كبيره عامره ديال صوص صوجا، ملعقه كبيره ديال زيت الزيتون. صافي مشاهدينا الكرام، ونحاول ندخل العطريه ديالي في الفيرميسيل على هذا الشكل هذا. فندخل العطريه ديالي مزيان باش يتنسم ليا الفيرميسيل ديالي. فكيف ما تتشاهدوا معايا هنا الحوت ديالنا ها هو وجد. صدر ديال الدجاج ديالي بخرته كيف ما شفتوه معايا. صافي غادا ناخذ الورقه ديال البسطيله، غادا ناخذ الجهه الحرشه هي الاولى. هنا خديت شويه ديال الزيت اللي درت فيه شويه ديال التحميره، هو اللي شفتوني درتو في الاول. غادا ندير في الاول الفيرميسيل ديالي، غادا نزيد عليه شويه الكالامار، شويه السلمون، شويه ديال صدر ديال الدجاج. صافي غادا نضيف عليه تاني الفيرميسيل، وغادا نزيد فروماج مبشور على هذا الشكل، وغادا نبدا نلف على هذا الشكل هذا. فبالنسبه للتوريق ديال البسطيله ديالي فانا تنورقها على هذا الشكل باش ما تحلش ليا في الفرن. وغادا نسدها بشويه ديال الماء وشويه ديال الدقيق. صافي نلف على هذا الشكل ونحيد او ونقطع الورقه اللي بقات باش ما تجينيش البسطيله ديالي معجنه. وغادا ناخذ مشاهدينا الكرام ورقه اخرى، وغادا نبدا نسد تاني على هذا الشكل
باش ما تشحلش ليا البسطيله ديالي. فتناخد جوج ديال الوريقات ديال البسطيله اللي تنديرهم على هذا الشكل. فهذه هي طريقه التوريق اللي تنديرها وما تيتحلوش ليا في الفرن. صافي نحيد الورقه الزايده على هذا الشكل. صافي وتيكون هذا هو شكل التوريق ديال البسيطلات ديالي، تيكونوا على هذا الشكل هذا. ناخذ الورقه ديالي مره اخرى ندير عليها شويه ديال الزيت وشويه ديال التحميره كيف ما تتشاهدوا معايا. ناخذ الفيرميسيل هو الاول، كالامار، سلمون، اي حاجه كانت عندنا، وغادا نضيف الفيرميسيل والفرomاج ديالي ونبدا نورق في البسيطلات ديالي على هذا الشكل. فهذا هي طريقه التوريق اللي تنديرها ديما وتتنجح معايا وما كاع ما تيتحلوا ليا ملي تندخلهم للفرن. صافي. وبالنسبه للورقه اللي زايده كيف ما تتشاهدوا معايا غادا نقطعها. صافي وناخذ ورقه الاخرى، ناخذ الجهه الحرشه هي اللي غادا نديروها من الداخل، نضيف عليها البسيطله ديالي اللي عمرنا ونبدا تاني نلف على هذا الشكل هذا. وتتكون مشاهدينا الكرام هذه هي طريقه تحضير البسيطلات ديالنا اللي تيجيو زوينين وناجحين معنا من اول مره. فكنصحكم على انكم تجربوهم وتجاوبوني مشاهدينا الكرام في لي كومونتير. ما تنساوش الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبقى غدا مشاهدينا الكرام على هذا الشكل. فبالنسبه للورقه ديال البسطيله فممكن انكم تشاهدوها على الفيديو ديالي، غادا نديرو لكم لو لين ديالو في صندوق الوصف. فبالنسبه لهاد الورقه فتنصيبها انا في الدار، تتجيني ناجحه معايا من اول مره. صافي مشاهدينا الكرام وتيكون هذا هو التوريق ديال البسيطلات ديالي، وهذا تيكون مشاهدينا الكرام هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالي. فتتجي على هذا الشكل هذا، تتجي ناجحه معنا من اول مره، اللذه تتجي زوينه بزاف، مذاق هائل. فكنصحكم على انكم تجربوا البسيطلات ديالنا اللي درنا اليوم وتجاوبوني مشاهدينا الكرام في لي كومونتير. ما تنساوش الضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. فبالنسبه للتزيين ممكن انكم تزينوا باش ما بغيتو. فانا زينت بشويه ديال بافو وشويه ديال فرomاج مبشور كيف ما تتشاهدوا معايا. فمشاهدينا الكرام موعدنا يتجدد في وصفه جديده وفيديو جديد على قناتي قناه شيف مجدولين. الى اللقاء.